الخطاب ديالو كله في المستقبل، عن قريب، المشروع القادم، الخطوة القادمة، اشترطنا عليهم، كل شيء عنده الفيتور 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 الفيتور، العهدة عنده كل شيء في المستقبل. كنتسناه يقول حققنا درنا. فعلنا، لا، كل شيء في المستقبل. المهم أطال الله في عمركم. بلاد قوة الجزائر، بإرادة الجزائر، بشباب الجزائر، بلاد اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا. بقى لها ما تسول هذه الأمور. عندنا آلاف المهندسين، عندنا آلاف. أعطيهم فرصة برك يخلق لك اللي حبيت. إذا دخلنا في منافسة أخرى بين الجزائريين، شكون يخلق أكثر من الآخر. المواد اللي تصدر ولا تعوض للاستيراد. إذا هالأمور يعني واضحة. ربما نهار اللي نديروا الحصيلة النهائية تبرز للعيان بصفة واضحة، ولكن هذه سياستنا. هذا هو التوجيه الاقتصادي تاعنا، التوجيه الاقتصادي يتماشى مع الرغبة تاعنا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، باش وصلنا ننتج الزيت نتاعنا. دابا هاد الدورة هادي كاملة باش تنتجو الزيت. دابا ساعة ديال الخطاب، وهاد الفلاحين والمهندسين والقوة الضاربة والتكاتف ديال الشعب والخطة الجديدة والحروب مع باش يصنعوا الزيت. الزيت. اصلا الزيت مصلحات كدير الكوليسترول. الدراري راه والله ما صالحه الزيت، راه ماشي مزيانه الزيت. استغفر الله. مازال يمكن شي حاجه اخرى الملك، كاينه شي حاجه اخرى يكون ما الزيت ما لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج. قلبه. الفصل اسم التجارة صناعة. لا خير في أمة لا تأكل ما لا تنتج. أنا ما عمرني سمعت هذا المثل بعد، نعاودو نقلبوا عليه ما نعرف نلقاوه. سمعوا قلبوا في جوجل الخو تشوفوا واش عمركم سمعتوا. ننتج الزيت نتاعنا. لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج وتلبس بما لا تنسج. اليوم رانا بدينا ننتج الزيت نتاعنا من الفلاح اللي يبدا ينتج الحبوب نتاع الزيوت الى المصنع، وان شاء الله اقصاها السنه المقبله ننتج السكر نتاعنا. ايوا هاي على الجزائر. هاي ايوا الزيت دوزناها، غتصنعوا الزيت والسكر ديالكم وناويين تنافسوا الولايات المتحدة الأمريكية. يا المساخيط ملي وصلتوا الزيت والسكر إذا صافي. دابا نقدروا نقولوا لكم بأنكم غتدخلوا البريكس من أوسع نوافذه. لابور لا ما يدخلوش من لابور، راه الزيت والسكر هذا الملكة من أوسع نوافذه. صراحة غادي تمشيو بعيد مادام تبداو تصنعوا الزيت والسكر ديالكم. عرفتي الملكة، ما عرفتش حنا علاش ما عندناش هاد التوجه حتى حنا نصنعوا الزيت والسكر. بصراحه خاصنا نديرو مظاهره، صراحه خاصنا نصنعوا الزيت والسكر صاحبي. عرفتي السكر امتى كينجم غير
حنا في المغرب ما بقيناش كناخذوا السكر بزاف. شوف، طور العالم وبدينا كنتفرجوا في التلفازه ونشؤوا اطباء وقال لك السكر مضر بالصحه، خصنا نقصوا من السكر. الجزائر يلاه وصل لهم تصنيع ديال السكر، عاود يضربوا واحد 60 عام واحده اخرى عاد يوصل لهم اضرار السكر عاد روطار، شعب روطار، ما فهمتش شعب روطار. واو. عاد الكوليسترول عاوتاني عاد غيبان عندهم الطبيب، كتمشي عنده يقول لك لا عندك الكوليسترول خصك تنقص من الزيت. امتى؟ امتى؟ حتى 2400 2400 2500. أولي. والله عاد غيوصل لهم الطب لتما. داك المهندسين اللي كان كيهضر عليهم قبيله غادا يتخرج. عاد لا غيولدوا احفاد ديالهم يطلعوا دكاتره. الناس صبر، هذا هو التقدم، واحد هذا هو الاقتصاد. الاقتصاد ماهوش انك عندك ظرف مساعدك انت ارتفاع اسعار المواد البتروليه تستورد واش حبيت، لا، فيه اجيال راها جايه لا كنت كنهضر لهم لازم على نفكر فيها ونخلي لها مصانع ونخلي لها قوه اقتصاديه اللي ما نربطش مصيرها بالنفط واسعار النفط. صراحه هذه عنده فيها الحق. هو باغي يخرج من الهيمنه ديال النفط والاسعار ديالو ويبقى تحت الرحمه ديالو الاقتصاد الجزائري، ويدخل تحت الرحمه ديال الزيت والسكر، لان الزيت والسكر يقدر يتحكم هو في الاثمنه ديالو داكشي. فغادي يقدر انه ينقل البلاد من دوله بتروليه الى دوله سكريه. زيتية. لا عنده بعد النظر، عنده بعد النظر. غتولي دوله حلوه. ويصدم يدما. اجي كاينه شي حلوه كتصايب بالزيت والسكر؟ كلشي كاع الحلاوة، شي حلوه هكا لذيذه كلشي. زيتة طار. النتائج المحققة في مجال ترقية الإنتاج الصيدلاني وإعادة بعث صناعة صيدال كانت تغطي ما يقارب 40% من إشهار كبير عليها، ولكن نهار اللي الشعب الجزائري يستفيق يلقى روحو عنده صناعة. اليوم مش معجزة نتاع البنك العالمي ولا تاع النسبة المئوية للنمو الاقتصادي في أوروبا راه يدور حول 2.5-3%. أحسن الاقتصاديات عندهم 3%. دول نعرفها قوية، القوة الخامسة اقتصاديا وعسكريا، راها تدور في 1.2%. حنا رانا باعتراف من البنك العالمي هذه أسبوع عندنا النسبة المئوية تاع النمو 4.2%. لو الشعب كيسمع. لا بصح خصنا نوقفو هنا واحد شويه والله. خلي دابا حنا مغاربه نتقبلوها ماشي مشكل، ولكن انا بغيت نسول سؤال والله الا منطقي. هذا السؤال، انت كجزائري واش كتشوف بلادك بان هادشي اللي كيقول هاد السيد هذا صحيح؟ دابا انت خليك مني انا مغربي، واش رئيسك كيقول لك خامس دوله اقتصاديا وعسكريا 1 وانت في الجزائر اللي عندك طوابير فيها كيلومترات عندك 4%. قال لك واحد نتوما عمركم نتجتو السكر. انا حدا دارنا ملي خلاقيت البلاصه اللي خلاقيت فيها كان حدانا واحد المعمل ديال السكر، واللي سبق ليه جا لتطوان راه كيعرف واحد المعمل السكر كاين في تطوان اللي سبق ليه جا. القالب بعدا عندنا غير حنا. خلينا من القالب، انا نقول لك معمل ديال السكر راه معروف كاين في تطوان. انا خلاقيت في واحد البلاصه حداه كوسيمار. وراه شوف راه السكر عرفتي من امتى؟ السكر راه اول مصنعين ديالو هما السعديين بعدا هما الاولين. هما اول من قاموا بتجاره السكر.
هذاك عندنا حنا بوحدنا هذاك صحيح. ياك تشريو الزيت بالكاس، كنشريو الزيت بالكاس، الزيت ديال الجزائر اللي عاد تصنعوها، هذيك اللي كنشريو بالكاس. دابا هادي حالة ديال الجزائريين 4.2% النسبة ديال النمو. دابا نتوما حالتكم ديال 4.2، قولوا لي بالله عليكم واش هادي حالة ديال بعض المرات كيجي شي واحد كيبقى مثلا نتكلم نقول لك انا وانا وانا، كتبقى تشوف كتقول لي دابا انت ديال هاد الحالة هادي يا اخي 4.2 على اي اساس مثلا؟ اش من اساس؟ اش من اساس؟ المهم ماشي شغلنا، نتوما 10% ماشي شغلنا، ندوز الهضره باطل والله الا خديجه نوصلوا المغرب. الرياضية تاع النمو 4.2%. البنك العالمي في التقرير الأخير تاعو عنده أسبوع مع صندوق النقد الدولي يصرح أن الجزائر من الدول القلائل اللي ما عليهاش مديونية. قلائل ما هيش ماشية، ما فيش مؤشرات اللي تخليها تمشي عن قريب المديونية. قلائل نفس الشيء مبقاش ما عنديش. شحال هادي؟ لا، القلائل اللي ما عندهمش مديونيه. شحال هادي كان كيقول نحن الدوله الوحيده اللي ما عندناش مديونيه، دابا ولينا من الدول القلائل. الأمم المتحدة ما ترفض أن الجزائر في أفريقيا تكاد تكون الدولة الوحيدة أو الثانية اللي عندها مناعة من مشاكل التغذية. لا عندكم المناعه ما شاء الله. بزاف، ايوا بزاف. سكتنا قلتي 4.2 قلنا دوزها، دول القلائل قلنا دوزها. من الدول اللي ما عندكمش المشاكل يا صاحبي، وانتم عندكم مشاكل اللي هي الطوابير. دابا عندهم المناعه، عندهم المناعه. المناعه ديالاش؟ المناعه ديال انهم زعما واخا يكون عندهم سوء التغذيه كيصبروا صباره. لا هو ما قصدش هكاك، الله يديك. اسمع، الدولة الوحيدة أو الثانية اللي عندها مناعة من مشاكل سمعتي؟ التغذية. مناعة المشاكل ديال التغذية، يعني ما عندهمش مشاكل في التغذية، الناس موفرين كل شيء. راه ما قصدتش بها الخوت المناعة ديال الجسدية، لا قصد زعما ما عندهمش مشاكل في التغذية. الحليب موجود، السكر موجود، الزيت موجود. ماشي هو اللي قال حنا كنقلبوا ان حنا نصنعوا السكر والزيت، ماشي هو هذاك، شي واحد اخر اللي قالها عاد دابا. ماشي ان شاء الله مساعدة الفلاحين تاعنا، وراكم شفتوا جا الجفاف عوضنا الفلاحين وعطيناهم زريعة يعني مجانا، باش ربي هذا العام ان شاء الله يجيب الامطار نخلف العام اللي فات تاع الشي النكبة تاعنا. الله فيكم الفلاحة، عطاكم الزريعة باطل. ما عرفتش نخدم منكم، انا كنعرف هاد الرئيسات كيعطي شي حاجه باطل، خدا منكم شي حاجه. شنو هي الله اعلم، دابا نعرف، دابا نقلب في هذا الموضوع هذا. مليكه نوطي لي هادي. شنو هي؟ والله الا بصح كنهضر معاك، نوطي هادي. اعطاء الفلاحين الزريعه باطل باش نشوف شنو خدا منه. اللي فات ان شاء الله اليوم احنا نستهلك ما يقارب 9 ملايين طن من الحبوب، مختلف الحبوب، ما ننتجش منها اكثر من نقرب ل 5 ملايين، يعني ننتج النص ولا اكثر من النص بشيء قليل. بلا شاسعه واسعه مثل هذه، يعني معناه باللي ما زلنا في الفكر ان عندي الفلوس نستورد القمح وخلافه. دابا واش نتوما مزيان ولا ماشي مزيان؟ دابا قول لي واش نتوما مزيان ولا لا؟
كيستهلكوا تقريبا 9 ديال المليون، اللي كيقدروا يوفروا منها 5 المليون، يعني النصف او اكثر شويه. قبل منها قلتي بان الجزائر راه غادا في الطريق الصحيح، دابا واش نتوما مزيانين وغاديين في الطريق الصحيح ولا نرشدوكم للطريق؟ فهمنا باش لا نفهم. ما استوردش. اذا نستورد امور اللي ما نقدرش نتهرب من استيرادها، ولكن الاكل تاعي عندي امكانيات، بلاد شاسعه واسعه، امكانيات الري موجوده. هذا علاش انطلقنا مشروع نتاع بالنسبه للحبوب السقي الظرفي. احنا نعرف الحبوب يعني لازم الامطار تجيك في اخرها جونفي باش تنبت، لازمك تاع مارس باش تطلع، واش في اللعب وافريل ولا بدايه رأسك؟ ماي باش السبونه تعمل. هذه كل قادر نديرها انا بدون من الله عز وجل. جات الامطار صح، ما جاتش نرش المياه، ونتكلم عن المياه على تحلية مياه البحر. بالنسبة للمياه قدراتنا عالية على حسب الأرقام، متر مكعب ما مياه نقدرش. يعني خليه ننتج هذه وننتج الحصاد 200 مصنع للدواء. أنا في الأنسولين ما نصنعوها هنايا إن شاء الله. الزمر كتصنعوا كلشي، الزمر كتصنعوا كلشي. كتصنعوا الانسولين، كتصنعوا البيطادين، كتصنعوا الزمر كامل كتصنعوا. 7 المليون جزائري غا في فرنسا مخليين هاد الصناعات في بلادكم وغاديين لفرنسا. علاش غاديين؟ علاش؟ فهمت انا علاش. وانتم تبارك الله مازال لكم غا الزيت والسكر وتصنعوا كلشي. رجعوا راه غايدير قال لهم ان شاء الله، راه قال لهم ان شاء الله الانسولين غنصنعوها ان شاء الله. هو ملي غادي يصنع السكر غيجيهم السكر، وملي غيجيهم مرض السكر غيلقاو الانسولين. هادشي في 2500 هادو افاق 2500 ياك. يا لطيف يا لطيف والله ملي كتسمعوا بايدن ما كيخطبش هاد الخطابات. شي بايدن والله ما كيقول على الامريكان هادشي بالله. عمركم سمعتوا بايدن كيقول لهم نحن الولايات المتحده الامريكيه اكبر احتياطي كذا، نحن كذا نحن؟ ما عمرك تسمع. حيت هو ما دولة ما والو، راه الجزائريين اللي دولة. انا والله الا زعما هاد الخطاب هذا ملي بديت كنسمع ليه كنتخيل دابا الا مشيتي عند رسام وقلتي ليه شوف انا نعطيك بعض الملامح وانت رسم، كتبقى تقول ليه اصلع، له اذن كبيره، له عين منغلقه، له كذا، هو كيرسم. دابا الا قلت لك تخيل الجزائر بعد هذا الكلام، مصيبة. الميريكان غتبان قدامها حقيره. عموما كل واحد يعطي رقم، واحد يقول الثروة الحيوانية. أنا سمعتها في عدة حكومات. وصل وزير من الوزراء قال عندنا 27 مليون رأس، واحد يقول 23 مليون، واحد يقول بالتحكار لابيبري. أول مرة درنا جرد واش عندنا، لقينا 17 مليون. هذا هو الرقم الرسمي. إذا لا 17 مليون حيوان في الجزائر. الرئيس ديالكم جرد الحيوان في الجزائر لقى 17 مليون حيوان، يعني كبش وقاطع وداكشي. المهم عنديش سياسة اقتصادية ترتكز على تربية المواشي. ها هو الرقم اللي نركز عليه. كنا سنويا لما تجي الحصيلة تاع الحرث والبذر، عندي أرقام شبه رسمية 3 ملايين هكتار، والحاصل المحصول نقسمه على 3 ملايين هكتار، نلقى بلي المردودية 15 قنطار في الهكتار ولا 16. لما درنا جرد حقيقي في كل ولايات بالدرون، ما هي الأراضي المحروثة والأراضي الغير بور، وجدنا عمرنا ما حرثنا أكثر من 1,800,000 هكتار. 3 ملايين هذه خرافة، كما حكاية شحاو وحكاية الغول وحكاية رئيسكم
والغريب في الامر كيصفقوا، كيقول لهم بان الارقام اللي كانت قديمه كانت خرافه، كان خرطي، خلاوه اهتسلوا وصفقوا. يعني واش كيطبلوا لهذاك اللي مشى وكان كيكذب عليهم، ولا كيطبلوا لهذا اللي فضح هذوك اللي كانوا كيكذبوا؟ إذا رانا ماشيين للفلاحة بصفة علمية. قال مزارع نموذجية، واش عندي فيها المزارع النموذجية؟ ما فيها حتى شي نموذجي. فيها ماشيين للفلاحة بصفة علمية، هذه خرافة كما حكاية شحاو وحكاية. اسمع هذه الجملة هذه، اسمع. يقول لهم إذا حنا، اسمع، إذا رانا ماشيين للفلاحة بصفة علمية. حنا ماشيين للفلاحة بصفة علمية، ياك؟ الجملة اللي موراها شنو؟ قال مزارع نموذجية، واش عندي فيها المزارع النموذجية؟ ما فيها حتى شي نموذجي. ما فهمتش شي نموذجي. وحنا غاديين بطريقة علمية. فيها إنتاج، وين يجي وقت الدلاع دير الدلاع ولا دير البطيخ ولا دير ما نعرف، وراه النموذجي. وش هو التأثير نتاعها في المحيط نتاعها؟ رانا نراجعوا فيها، تكون تخصيص حتى بالنسبة لإنتاج الزيوت الصناعية مثل أرغان ومثل غيرها. نوصل إن شاء الله. إذن أيها السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، لما كان المواطن في صلب اهتمامات برنامجنا جعلنا من تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة. شوف، ملي تسمعوه كيهضر بهذه الطريقة هذه مسترسل، عرفوه كيقرا. أنا كنشوفو دابا وكيقرا من الورقة. ملي تسمعوا ديك دخول شمال يمين، عرفوه من راسو دابا كيقرا. نبراسا لكل الجهود المبذولة من أجل تعزيز التضامن الوطني وتمكين الدولة. زدنا في الأجور، التضخم راه ينقص، خفف عليه، كيفاش ب5% ولا آخرين ونوصلوا العالم بما فيهم النظريات الرأسمالية، بما فيهم الاشتراكية وغيرها وغيرها وغيرها. إذن نمشي مع واقع البلاد. إحنا اللي عندنا علاوة البطالة، ما كاينش دولة أخرى، نابال لوروب دو الويست، من غيرهم غير إحنا اللي عندنا علاوة البطالة، ما كاينش دولة أخرى. هما اللي عندهم منحة البطالة المغاربة. واش فراسكم بأن المملكة المغربية حتى هي عندها منحة البطالة اليوم غتبدا في شهر 1 ديال سنة 2024؟ اللي عنده الخبر يكتب رقم 1. المغاربة اللي معنا هنا اللي عنده الخبر يكتب رقم 1. منحة البطالة غتبدا ابتداء من شهر 1. انا بصراحه كنقول بلاش. لا، غادي تكون وطبقات وتفعلات، واللي غيستافد منها مشى وتسجل وديكلارا. زائد هاد منحة البطالة غيكون واحد الثمن معين اللي هو 500 درهم، 500 درهم اللي هو مليون جزائرية، زائد تعويضات على الأسرة تعويضات على الدراري اللي عنده الدراري. عموما اوكي، دابا نشوفوا هادشي اللي جاي. دابا نشوفوا واخا انا غير بغيت نعلمكم بها هذيك، ماشي ديال المهم هشام، ماشي ديال البطاله، ديال التعاون، ماشي ديال البطاله ولكن ديال التعاون. اما البطاله اصلا بحد ذاتها ديال البطاله فهو مصطلح خاطئ. خايبه. حتى في اسبانيا ما عندهمش البطاله، حتى في اسبانيا ما عندهمش البطاله، ما عندهمش هذا المصطلح ديال البطاله. هذاك الدعم ماشي البطاله. منظومتنا الاجتماعية رانا نقوي فيها، نقوي في التضامن الوطني، ولكن مقبولة. فيما يخص مناصب شغل سيبوا حل قريب 22,000 منصب شغل. الأنبوب تاع الغاز يفوت ما يقارب 100 مصنع. ايش ما
مصنع مغلوق. فيه أمثلة وأمثلة وأمثلة. درسنا قضية ما يقارب 100 مصنع في منطقة صناعية في بليدة، 100 مصنع مغلوقة. قال لأسباب أمنية، لأن الأنبوب تاع الغاز يفوت ولازمني 150 متر. كنا شفنا ودرسنا مع جماعة سوناتراك ومع اللي يهمهم الأمر، يعني المساحة الأمنية ممكن توصل إلى 50-70 متر أقصاها، وإلا نسمح له أنا باش تدفعي يصنع لك المواد الراقية لك طالبها. إذن حتى لما ممثلين الشعب يطرحوا مشاكل، احنا ماذا بنا ملفات تطرح أو عندكم المجلس الأعلى للشباب، ما واقعين تكلف هذه. احنا ماذا بنا كل جزائري وكل جزائرية يشعر بنفسه في دواور عنده. أنا شخصيا أعوذ بالله من قولت أنا ما نحبش تكون فيه جزائري عايش لاباس به والجزائري محروم، والمحروم يكره الجزائري اللي عنده ويكره بلاده، وتزيد هذه الكراهية تزيد توصل من جيل لجيل. وناس متربصين به، سفارات وغير سفارات، يصطادوا في المياه العاكرة هذه. شوف واحد غضبان يرضيوه بالشيء اللي كان باش يولي معاهم، يولي خبرجي، يولي يكسر بلاده. إذا نخلي الشباب تاعنا فرحان بالأمجاد نتاعو، فرحان بالشهداء نتاعو، فرحان بالوطن نتاعو، ولكن سد الحاجيات نتاعو. اش دخل سد الحاجيات في الشهداء؟ ما علاقة الشهداء بفرح المواطن الجزائري؟ يعني واش الشعب الجزائري اللي فقير ما كيحبش وما كيفتخرش بالشهداء؟ ضروري نلعبوا على العاطفة ديال المواطن الجزائري، ضروري نقولوا ليه افتخر فأنت حفيد الشهداء، افتخر فإن المستقبل قادم، افتخر فإننا سنصل إلى إنتاج الزيت والسكر، افتخر افتخر. نسبيك أقل شيء ممكن، وهذاك علاش مبدئيا شخصيا مبدئيا، وكان دائما المبدأ نتاعي منذ التخرج نتاعي بأدنى مسؤولية، عمري ولا تخليت على مناطق الظل ولا تخليت على البناية التصديرية تخوفا من هذا الشيء. مثل ما قلتها اليوم في 2014 2015 كنا في العاصمة هنا، قضينا على ما يقارب 54,000 عائلة رحلت إلى منازل محترمة. هنا الطفل اللي عايش في بناء قصديري في السخانة كذا، ما خليش هادو أطفال الجزائر يكرهوا ياوين حتى الحيدر، ما عرفش نشدو، وربما والديه ما خلاوه ما السنوي يدور 640 كيلومتر. باجي مختار كانت مكان ما كانش يعرفها كاع، ما فهمت. باجي مختار في 83 كانت فيها 100 دار تاع طوب، وفيها خيام تاع اللاجئين اللي جابهم الجفاف من دولة مجاورة والجي جي اف. كانت فيها 100 دار تاع على ذكر باجي مختار. أول مرة مشيت أنا شخصيا كوالي أضرار، مشيت لباجي مختار في 83 كانت فيها 100 دار تاع طوب، وفيها خيام تاع اللاجئين اللي جابهم الجفاف من دولة مجاورة والجي جي اف. كانت ملحقة بلدية تبع الرقان، يعني ملحقة بلدية، البلدية موجودة
في 750 كيلومتر، وباش توصل لمقر البلديه خصك تقطع كاع صحراء تنزرف. ما فاتش عليا 9 اشهر طلعتها بلديه، وزدت طلعتها دايره، وتيحت لي الفرصه أنا كرئيس طلعتها ولاية. كان غيطلعها كوكب جا آخر لحظة قال بلاش خليها غا ولاية. ما تهضرليش على باجي مختار، نعرفها جد المعرفة. إيش إن شاء الله إن شاء الله هكا، هذا هو الكلام الحلو، هذا هو الكلام اللي يشجع. في الأول قال لي شي حاجة، ملي هدر معاه قال لي ما تهضرليش على نجيب مختار، قال ليه شي حاجه، قال له هذا هو الكلام الحلو، هذا هو اللي نبغي نسمع انا كجزائر. دابا حنا في البرلمان وعارضين الناس والكاميرا وداك الشيء، ما تقول لي شي حاجه ماشي هذيك. اذا باجي مختار اول فراج اللي درناه، لان هذا كنا نديرو في مطار بالتيف، الماء كان يجيها بالسيترنام تيمياوين، اليوم وراها تيمياوين وراها برج باجي مختار. تخرج طبيبه في تقول لان ما نفضل حتى واحد على واحد، ما كاع جزائريين، البلاد راها تتطور، لا ضعاف. حب الوطن من الايمان. نعطيكم ما نعطيهم يتبعوا الخطاب وقروه بتأني عوض ما نلقيه. انتم كنتوا شايفين ان الجزائر كانت تداس بالاقدام، امور خاريه في حدودنا وما عندنا فيها حتى دخل، ما يشاورونا، ما يديروا على كلامنا، حتى اذا شاو ما يديروش على كلامنا ما يديروش. اليوم لا، الامور عكست، اليوم الجزائر صوتها مرفوع وصوتها مسموع في كل المحافل الدولية، كل المحافل الدولية. فضل ربي سبحانه، فضل الرجال اللي هم يناضلوا، مازالوا يناضلوا كما سي اسمع الملك، جاهد في 54 ومازال يجاهد، جاهد في 54 ومازال كيجاهد. عندي سؤال، هذا جاهد في 54 ويلي ومازال كيجاهد، قول لي من 54 لدابا شحال داز؟ كتبوا لي الخوت من 54 ل 2023 شحال داز؟ قولوا لي. بلاتي نشوفو شحال. 70 89 لا 70 70 70. قول لي هذا شحال يقدر يكون عنده؟ بصراحة ما كنعرفش، فانت عارفني. هذا غيكون عنده 73 72 74. معناه ان هذا المجاهد هذا هو اصغر مجاهد في تاريخ الجزائر جاهد وهو يرتدي لكوش جزائرية خالصة، وفي ذاك الوقت ما كانوش ليكوش، كانوا الرقاعي. فعلى داك الشيء هما الخروق قال لك في عمره 94 سنة. دابا انت باغي تقنعني بان هذا عمره 94 سنة؟ ويلي لا، هذا عمره 94 سنة، شوفوا مزيان. راه قال لك عمره 94 سنة. هذا 94. هذا 94. بالله عليكم هذا 94. قولوا لي هذا 94، قولوا لي
اذا هذا 94 انا عندي 13 ونص. والله بصح قولوا لي الا هذا 94 انا عندي 13. اعطينا اسمه، نعطيك اسمه واخا. اذا 54 ومازال يجاهد كيما سي. لو كان الرئيس ديالك يعرف سميتو والله تنعطيه، قال كما يقول السي سعيد السي وما كملش سميتو. اسمع الدولية قلت ربي سبحانه فضل الرجال هم يناضلوا، مازالوا يناضلوا كيما سي. سمعتو شي سميه؟ قولوا لي واش سمعتو كيما السي كيما السي وما حافظلوش سميتو. اذا كان رئيسك ما حافظلوش سميتو انا كيفاش بغيتيني نحفظو؟ فوجيل قلبي لنا الملكه واش كاين شي واحد سميتو قوجيل؟ بلاتي خاصني بلاتي الشارجر ما عرفتش فين هو، عطيني دقيقه. صافي قوجيل مسجل من بعد نقلبو عليه قوجيل ماشي فجل. مش عاد التليفون. جاهد في 54 ومازال يجاهد. المهم جاهد في 54 سير على الله. اذا بالنسبه للسياسه الخارجيه نتاعنا احنا ندافع بشراسه على مبادئ سياسيه نتاعنا تاع ثورتنا ومبادئ وقيم تاع البشريه اللي مبنيه عليها البشريه، وما نتخلاش على الدول الضعيفه. هذا هو قضيه الصحراء، قلنا قضيه تصفيه الاستعمار. احنا نوقفوا هنا اجي نتذكروا مع بعضياتنا. هذا اللي كيخصنا حنا. الاول كان غا دعابه معكم فقط. مواليد 1930 يعني في سنة 2030 في كأس العالم عندنا غيكمل قرن. هو اللي عندهم اليوم رئيس البرلمان. المهم بالريوس ماشي شغلنا نعاودو على الريوس. سمع الملكة مزيان دابا، زيد قضية الصحراء وربطي معايا الأحزمة اللي مبنية عليها البشرية، وما نتخلاش على الدول الضعيفة. هذا هو قضية الصحراء، قلنا قضية تصفية الاستعمار. قضية الصحراء ماهوش كره فيها شقائنا المغاربة ولا الواقع. هذا هو واقع. هذا الذي نكمل لك، خليك نكمل لك البارتيه. سمع، ملف الصحراء الغربية مازال على طاولة لجنة تعقيب على كلمة مازال. اسمع الملكة، ملي كتكون واحد الحاجة كاينة في واحد البلاصة ياك، وغادي تبقى داك الحاجة في داك البلاصة وحنا متأكدين من النتائج ديالها، ما كنقولوش مازال، كنقولوا ملفهم في هيئة الأمم المتحدة إلى أن يثبت الصحة ديال داك الملف وياخذوا الاستقلال ديالهم. ملي كنقولوا مازال في داك البلاصة، داك مازال، مصطلح مازال في اللغة العربية ماذا يدل؟ كيدل على واحد الحقبة معينة أو واحد تاريخ معين ديال واحد العملية، وداك العملية مهددة في أي وقت أنها غتحيد. داك الساعة كنقولوا مازال كاينة في داك البلاصة. بعض المرات كنتصلوا بشي واحد كنقولوا ليه واش انت مازال تما. علاش كنقولوا ليه واش انت مازال تما؟ معناه ان انت غادي تتحرك من داك البلاصة، فاحنا كنسولوه واش انت مازال تما ولا تحركتي. واخا تفضل الملك. هي هذيك، ولكن قضية تصفية الاستعمار اييه، علاش حتى اليوم مازال رئيس دولة كيغيب الشعب ديالو بمسألة الصحراء؟ لأن حنا كلنا عارفين بأن مسألة الصحراء حطها النظام المغربي وعاهل البلاد أنذاك الحسن الثاني الله يرحمه في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار. ولكن هناك كذلك الشق الثاني ألا وهو الحل النزاعات السياسية. والملف تصفى من الاستعمار، لأن الاستعمار كنقصدوا به الاستعمار الإسباني. واليوم حنا في نزاع سياسي
فاليوم تبون كيحاول بالخطاب ديالو يغيب الشعب الجزائري. اذا هو تضميس للحقائق ملي كيقول لك بانها موجوده في غرفه الاستعمار، ما قدرش انه يقول الشعب ديالو شنو كاين ياك. على الاقل يقول لهم غير اللجنه الرابعه مثلا. فهمتي الياس؟ نكمل واخا. مازال على طاولة لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة. نهار اللي يفصلوا فيه الله يسهل عليهم. قضية فلسطين، احنا مع فلسطين، وقالها الزعيم الراحل رحمه الله ظالمة ولا مظلومة، ماهوش شي جديد بالنسبة لنا. من وقت سيدي بومدين الغوث، من وقت صلاح الدين الايوبي، وحنا مرتبطين بفلسطين، مش شي جديد علينا. عرفتي شنو المضمون ديال هذا الخطاب هذا؟ صلاح الدين الايوبي جزائري. صلاح الدين الايوبي جزائري ولا جزائري؟ علاش؟ لانه كيقول لك من وقت صلاح الدين، هو كيتكلم على الجزائر وكيقول لك من وقت صلاح الدين. ما علاقه صلاح الدين بالجزائر؟ معنى واحد، انه منذ وقت صلاح الدين الايوبي الجزائري ونحن كجزائريين مع القضيه الفلسطينيه. انا هادشي اللي كنفهم. هو كيتكلم على الجزائر، وملي كيضرب مثل بشي واحد معناه داك الواحد ينتمي الى ذلك الحاجه. انا ما فهمتش واش عندكم خلل في اللغه العربيه الجزائريين ولا ما فهمتش. انا راه نورمال ملي انت كتقارن، انت كتهضر على الجزائر. نعاودو نسمعوها. اسمع، ماهوش شي جديد بالنسبه لنا. سمع. احنا مع فلسطين، وقالها الزعيم الراحل. حنا مع فلسطين وقالها الزعيم، يعني كيتكلم عليه، كيتكلم على الجزائر. سمع، رحمه الله ظالمة ولا مظلومة، ماهوش شي جديد بالنسبة لنا. ماهوش شي جديد بالنسبه علينا حنا. سمعتي؟ بالنسبه علينا حنا. حنا شكون؟ الجزائر. من وقت سيدي بومدين الغوث، من وقت صلاح الدين الايوبي. من وقت سيدي بومدين الغوث، من وقت صلاح الدين الايوبي. الجمل باينه، جمل واضحه باللغه العربيه الفصحى. ها نعاودوها. ها ماهوش شي جديد بالنسبة لنا. ماهوش شي جديد بالنسبه لينا. من وقت سيدي بومدين الغوث، الغوث، من وقت صلاح الدين الايوبي، صلاح الدين الأيوبي. وحنا مرتبطين بفلسطين، مش شي جديد علينا. صلاح الدين الايوبي وحنا مرتبطين بفلسطين. انت كتسمع الجمل واضحه، هذه ما خصهاش. ما يجوش دول اخرى يقول لك الجزائري. احنا ارتباط عندنا الشهداء تاعنا تما في 48 مشاو الجزائريين متطوعين رغم الاستعمار واستشهدوا تما. هادي خصني نوقف عليها. سمعوا الخوت، قال لهم في 48، يعني في سنة 1948 الجزائريين مشاو طوعوا وماتوا تما. نتحدى اي واحد فوق كوكب الارض يجيب لي مؤرخ واحد او كتاب واحد او واحد المعلومة كتقول ان تلك الحرب شاركت فيها اكثر من 6 دول عربية، بالاضافة للفصائل الفلسطينية اللي كانوا تما، دوك اللي كانوا كيجاهدوا في فلسطين، كانوا فلسطينيين كيعيشوا في الارض. من غيرهم 6 دول عربية. لا يوجد ولا مصدر واحد. ونزيدكم حاجة واحدة أخرى، هاد الدول اللي شاركات، هاد 6 دول اللي شاركات، جميع المؤرخين ملي تكلموا عليهم ب6 وتعاودوا هما ب6، لأن هاد الحرب هادي اللي ملي تشاركات كانت عندها واحد الصبغة خاصة.
الحرب ديال 48 كان عندها واحد النكهة خاصة في داك الوقت هذيك. كانت حرب مع كيان دخل لأول مرة لواحد البلاصة. والحاجة الثانية اللي كانت مهمة بزاف هاد الفترة هذه هو الإعلان ديال الحرب اللي كان في سنة 1947. وكاين واحد الكتاب واحد المؤرخ بريطاني عاشر تلك الحقبة، وكان كيكتب وكيقول بالضبط منذ سنة 1947 إلى غاية سنة 1948 كان الجنود الإسرائيليون يأخذون تعليمات. هاد الجنود الإسرائيليون فوقاش تكونوا؟ هما دوك الهجنات ودوك العصابات اللي كانوا في الأيام ديال البريطانيين كانوا تما كيقوموا بهجمات على الفلسطينيين في داك الوقت هذيك. كانوا كيتلقاو التعليمات ديالهم وكانوا كيستعدوا فيه مع فرنسا ابتداء من الحرب العالمية الأولى والثانية. كانوا متدربين على أعلى مستوى وكيتكلموا على الدعم الفرنسي اللي كان في داك الوقت هذيك لصالح هاد الناس هادو. فهو غيجي غيقول لك بأن حنا الجزائريين مشاو طوعوا ومشاو، واخا مشاو طوعوا ومشاو ماشي مشكل، هاد الجزائريين طوعوا ومشاو. عن طريق ماذا مشاو؟ وشكون هما؟ مشاو ماشيا. وشحال العدد ديالهم؟ وفي أي سنة بالضبط مشاو؟ واش في 47 ولا في 48؟ وش من بلاصة بالضبط خادوا هاد الحروب هادي؟ عطينا غير أسماء أدنى، واخا نساء أسماء، الأسماء صعيبة. عطينا غير أماكن اللي تحاربوا فيها. واش دخلوا إلى الداخل الفلسطيني ولا بقاو في السواحل؟ واش مشاو من جهة سوريا ولا مشاو من جهة مصر؟ فين بالضبط مشاو هاد الناس هادو؟ واش نعرفوا حنا شكون هم؟ وعلاش المؤرخين كاملين سواء العرب أو الإنجليز أو الفرنسيين جميع اللي عاشروا ديك الحقبة وكان عندهم تدخل مباشر تما، حتى المصريين بأنفسهم، ولا مؤرخ واحد ذكر بأن كاين شي جنسية واحدة أخرى شاركت في حرب 48؟ ما كايناش، لا يوجد، لا يوجد. باب المغاربة من نيتكم؟ باب المغاربة شكون هما العائلات اللي ساكنين تماك؟ شنو هو؟ قال لك باب المغاربة تسمى على الجزائريين. أول حاجة باب المغاربة فوقاش تسمى؟ شمن وقت؟ اللي كتبتي باب المغاربة عارف حنا شمن سنة كنهضروا؟ حنا كنتكلموا على حرب 1948. عارف باب المغاربة امتى؟ يلا كتب لي امتى باب المغاربة. نعم المغاربة ما تكتبوش. عموما نكملوا. إذا كان شي جزائري باغي يحيد الذمة ديال الرئيس ديالو من هذا الاتهام، يجي يطلب كاست ويجيب لينا مؤرخ، كتاب، أي مصدر كيقول بأن هناك جزائريين شاركوا في الحرب ديال سنة 1948. وأنا طالبني بمصدر نجيب لك أكثر من 10 المصادر، مختلف المصادر اللي بغيتي، حتى مؤرخين صهاينة اللي كنتي كتثق بهم نجيبهم لك، ما كاينش مشكل. أما الله ولا تخلينا على فلسطين وما نتخلاش عليها. هادي عندها الحق، هادي عندها الحق. ما عمرهم تخلاو على فلسطين وما عمرهم ما يتخلاو عليها. والدليل أن فلسطين 20,000 شهيد في أقل من 80 يوم، والرئيس عبد المجيد تبون مجتمع بأعضاء البرلمان ويتحدث عن إنجازات الجزائر، لم يتخلى. الدليل في هذا كامل الرئيس عبد المجيد تبون حصد الإنجازات ديالو كاملة وإنجازات الجزائر كاملة، وما تكلم على حتى شي حاجة دارها في هذا الحصار اللي اليوم على إخواننا في غزة. الرئيس عبد المجيد تبون في بداية الكلمة ديالو
لم يضيع ولو دقيقة قراءة الفاتحة ترحما على شهداء غزة. ما قالش حتى سورة الفاتحة ترحما عليهم. زيدو نكملوا الكلمة ديالو نشوفوا ما ربما يقول شي حاجة مهمة عليهم. ما نتركش فلسطين الهمجيه اللي راها فيها اليوم. غزه وصلت عار على البشريه، مش الا على الدول العربيه ولا على البشريه كلها. 10,000 طفل ما عندهم حتى ذنب يقنبلوا فيها بالطائرات وهذه. وتزيد رغم المعاناه، رغم هذا تحاول دير لي سايسبيكو جديد، رحل هذا منا وهذا جيبوا منا وهذه شطرنج. لا باش حنا نمشيو، من رأى منكم منكرا فليغيره. الله أكبر. ياك ما غيعلن الحرب عليهم في هذا المقال هذه ملكة؟ وي ياك ما غيعلن عليهم شي حرب مباشرة؟ ما تعرف راه تبونا داش كيسحاب لك. قال لك صافي اسمع قال لك من رأى منكم منكرا، يعني صافي راه عواله. لا بلاتي بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع بقلبه وهو أضعف الإيمان. صافي هو غيغير بالقلب ديالو. عاد الحمد فهمت. لله الحمد لله. انا خلعني تسحاب لي المسخوط، غادي يدير شي قرار تعجيزي وغادي يهدد الامن والسلامه ديال اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه، وغادي في الاخر قال لهم اضعف الايمان بقلبه. اذا ناوي على القلب ديالو المسخوط. صافي أضعف الإيمان. بارك الله. إذا حنا يشاورونا ولا ما يشاوروناش، بالنسبة للقضية الفلسطينية الموقف تاعنا واضح وضوح. دابا كاملين غنسول واحد السؤال، شاورونا ولا ما يشاوروناش؟ عن من يتحدث الرئيس عبد المجيد تبون اليوم؟ دابا باللي قال يشاورونا ولا ما يشاوروناش، من هي الدول التي يتحدث عنها وشنو بغى يوصل بهذا الميساج؟ لا ماشي فرنسا عمران، ايران، لا ماشي ايران، السعوديه. زيد رئيس كيطلع كيقول امام الملأ وهو يتحدث عن الانجازات. شوفوا السكيزوفريني، كيقول لك حنا درنا. شوف بدا الخطاب ديالو بانهم داروا واحد الانتفاضه في 2019 وخرجوا من اجل ان شافوا من الناحيه الاقتصاديه والسياسيه، شافوا بأن الوضع ديالهم تقزم سياسيا واقتصاديا، فقرروا الشعب أنهم غيثوروا. إذا شنو بغاو أنهم يكونوا واحد الدولة قارة. فهو زاد كمل كلامه. شنو قال والحمد لله حنا ولينا قوة قوة قوة. قالها في وسط هذا الخطاب هذا. من بعد نسى راسو وبغى يمرر واحد الرسالة ونسى بأنه كان كيخرط على الشعب. سمعوا شنو قال قبل، سمعوا شنو قال دابا. أضعف الإيمان. إذا حنا يشاورونا ولا ما يشاوروناش. سمع رئيس اللي عنده مكانة وعنده واحد الدولة اللي عندها مكانة، رئيسها كيطلع وكيقول شاورونا ولا ما يشاوروناش. شاورونا ولا ما يشاوروناش. اذا انت هنا ما عندكش مكانه، لان لو كان عندك مكانه كنتي غتفرض عليهم يشاوروك. لو كان عندك مركز، لو كنتي انت دوله مركز ثقل وكان عندك واحد الهيبه، كانوا اكيد غادي يشاوروك لان مركزك يتحدث عنك. من بعد نسى وقال شاورونا ولا ما يشاورونا. زيد بالنسبه للقضيه الفلسطينيه الموقف تاعنا واضح وضوح الشمس وما نتخلاش عليه، ويبقى هذا هو الى ان يرث الله الارض وما عليها. اللي نفترض شاوروك غتعطيهم الراي ديالك، واذا ما شاوروكش هذا الراي اللي قلتيه دابا هنايا في هذه البلاصه هذه فين يمشي؟ يبقى هنا. هذا الراي
هذا الرأي هذا فين غيمشي؟ غيخرج من هاد البلاصة اللي قالها. غيسمعوا الجزائريين. خارج الحدود ديال الجزائر واش غيكون عنده شي أبعاد شي حاجة؟ ما عنده حتى شي حاجة. بمعنى أدق، هذا هو الوجه الحقيقي ديال الجزائر. الرئيس ديالكم جاكم فاص، قال لكم يسمعونا ولا ما يسمعوناش، فهمكم الجزائريين بأن صوتكم غير مسموع. اليوم كنتحداكم الجزائريين تمشيو وتقلبوا تشوفوا هل هناك مبادرة جزائرية من أجل وقف العدوان على غزة. غتشوف هل هناك تشاور مع دولة الجزائر ودخلوها في مفاوضات مباشرة من أجل وقف العدوان على خوتنا في غزة. لم يكن ولن يكن ببساطة شديدة، لأن مقداركم ووزنكم لا في المنطقة ولا في القارة ولا في العالم هو هكذا غير هكذا. مصر، الأردن، الإمارات، المملكة العربية السعودية، تركيا، دول فعالة في المنطقة، الكلمة ديالها موزونة في المنطقة. أنت جزائر، غادي تبقى جزائر. انت الدور ديالك تبدل المنكر بقلبك. يعني الرئيس عبد المجيد تبون ملي غيرجع للدار ربما يدير شي صلاة العشاء ولا شي حاجة ويدير معها النوافل ويدعي في القلب ديالو ويتكا وينعس. الطب ديالك انت كجزائري تبدل المنكر بالقلب ديالك، بحالك بحال الرئيس ديالك. حجمك هو هذاك، هذا المقدار ديالك، ماشي انا اللي كنقولها، رئيسك هو اللي كيقولها. إذن بالنسبة للمواقف الأخرى التحررية وغيرها، واليوم احنا نفتخر أن تقريب شبه إجماع على الجزائر لاعتلائها منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن. يضحك على الشعب الجزائري، كيقول لهم اليوم صوت بالإجماع على أن الجزائر عضو في مجلس الأمن، العضو غير الدائم في مجلس الأمن. عادي، دول قبل منك كانت ومشات وجات الجزائر وغتسالي الحقبة ديالها وغتمشي، وغتجي دول واحدة أخرى وغتمشي، وغتجي دول واحدة أخرى وغتمشي، لأنها ببساطة اسمها عضو غير دائم. غير دائم، عندك فترة معينة كدوز وكتمشي. كاين 15 دولة، 15 دولة عادي، 9 منهم هذا هو الوظيفة ديالهم أعضاء غير دائمة، كيكونوا بالتصويت، كيدوزوا واحد الفترة معينة وكيمشيو. هو دوزها وكأن الجزائر دارت شي حاجة اللي ما عمرها دوزاتها، مع العلم أن إلا قريتو الأسماء اللي كانوا قبل غتلقاو دول ما كنسمعوهاش من غير إلا كانت منافسات كأس إفريقيا، الأدوار الإقصائية، ماشي حتى الأدوار الأدوار التمهيدية ماشي الإقصائية. يعني هادوك الأولين اللي كنصفيو بهم سيراليون هادو هما اللي كانوا. الرئيس عبد المجيد تبون لا ما يسردش عليهم الحقيقة، لا غيكون لهم هناك شبه إجماع على أن الجزائر عضوة بمجلس الأمن، وكأن شوف يصدر الوهم للشعب، والشعب لا حنايا قارة، حنا ما غيمشيش يقلب يشوف شكون هي الدول اللي سبق ليها كانت وشنا هو التأثير ديالها أصلا في مجلس الأمن، وشنا هي القضايا اللي طرحت الجزائر في مجلس الأمن. وأمامكم ثم منتخبي الشعب نشكر شكر جزيل كل 184 دولة اللي صوتت علينا. تخلوا 4 دول فقط، والآخرين كل صوتوا على الجزائر، وهذا شرف للجزائر هذا الإجماع هذا. إذن نلعبوا إن شاء الله دورنا في مجلس الأمن لصالح الأشقاء ولصالح الأفارقة ولصالح الأمة العربية. نتمنى إن شاء الله الخير لبلادنا
نتمنى نواصل مع بعض إن شاء الله بناء هذه الدولة الشاهدة على الأحداث. الجزائر بنت التاريخ. بنت التاريخ. الجزائر بنت التاريخ. لا ما تقوليهاش، واش بصح داكشي اللي سمعت انا؟ نعاود نسمع. لا ما تقوليهاش. مع بعض إن شاء الله بناء هذه الدولة الشاهدة على الأحداث. الجزائر بنت التاريخ. يلا وانا ملي كنقول لكم انت كنتم تتعرضون للتحرش من طرف امبراطوريات سابقة، كتطلعوا تسبوني وتقولوا لي لا وانت مغربي وكتكرهنا. هو قال لكم بنت، هو قال لكم الجزائر عبارة عن بنت. ايه نعم هي ما مفحوصاش واش ما زالت بنت ام لا، ولكن المهم في شواهد هي بنت. انا كنقول لكم تعرضت لتحرشات في التاريخ عن طريق الامبراطوريه العثمانيه، عن طريق الفرنسيين. كنتو كتطلعوا كتلوموني. المهم يطلع شي جزائري من دابا الفوق يقول لي شي حاجه جبت لي هادي. الجزائر خلقها التاريخ، ولادها كانوا في مستوى التاريخ. العزيمة ثم العزيمة ثم العزيمة. الناس اللي تقدر المواقف بالقوة العسكرية ولا القوة، حنا جدودنا وأمامنا علمونا أن الإرادة تتغلب على كل شيء، والإيمان يتغلب على كل شيء. اللهم قوي إيمانك. شنو علموهم جدودهم؟ الإرادة والعزيمة. دابا أنا ثم العزيمة ثم العزيمة. بغيت نفهم المستعمر الفرنسي كيف تم طرده؟ بالعزيمة. ماشي بالدم، بالإرادة والعزيمة. شوف أنا في الثورة المباركة نتاعنا ناس ماشيين للشهادة وهو فرحان. فيه ناس قال حنا واش هذه فرنسا كيديروا نخرجوها دبابات وطائرات وحنا ما بكى واحد صيد وخرجت. لأن العزيمة تاع الرجال هذه هي، ما قدروش يشروهم. نواصلوا حنا فخورين بالمنهج اللي اختاروه لنا شهدائنا الأبرار. وفي الأخير صاد إن شاء الله ربي يعطينا الصحة الكافية إن شاء الله. ما نكملش التدخل تاعي بدون ما نذكر ناس عزاز علينا وعزاز عليكم، هو أكبادنا لا في الخارج، أولادنا. والله إلا ضحكت شحال لا يهضر علينا المسخور، تخدعني في الهكا. واش لاحظتوا ولا كيهضر على الأكباد ديالو اللي في الخارج؟ واش تفرج الله ديالنا اللي هضرنا حنا على الجالية المغربية ولا شنو؟ فهمتش 100%. يعني ملي قال لك انا ضحكت لان قال لك ناس عزاز علينا، قلت لا يهضر عليا انا والملكه والشعب المغربي ما يمكنش. ناوي غنتصور وغندير داك الابتسامه زعما ونقول لها عميتكون شكرا ليك وتا حنا كنحبوك الجاليه الجزائريه المقيمه والله لا عشوم عليك بالله. معليش باقي في الخطاب دقيقه. ها هو جاليه جزائريه في الخارج. انا حاولت باش نرسخ تقاليد. اينما حليت في اي دوله نمشي لها لازم نتلاقى مع الجاليه تاعنا اولا. اعطيت تعليمات صارمه للسلك الدبلوماسي نتاعنا بالتكفل بها ومشاكلها، وطلبت باش كل سفاره تخلق هيئه تاع محامين. كنوريو والله حتى كنوريو اولادنا في الخارج. وفي رمضان ان شاء الله نجيب الاولاد نتاعهم في
في الراحة هنا كولوني فاكونس، وفي رمضان باش نخليهم يتواصلوا مع الوطن تاعهم نوعدهم بتخفيض تاع 50% في التذكرة. شكرا لك الله يحفظك الله يحفظك. ما كيهضرش معانا كيهضر مع سيد. باسمكم جميعا باش يجوا يفوتوا رمضان مع اهاليهم هنا، وبالاخص ان الوضع الاقتصادي اللي يصبح صعيب. الوضع الاقتصادي في اوروبا اصبح صعيب، والوضع الاقتصادي في الجزائر كيف اصبح مزيان. دابا هادشي واش قبل صناعة السكر والزيت ولا بعد؟ انا بالناس نكمل. تحيا الجزائر حرة أبية صامدة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلي شادو البرلمانيين كيديروا لي بحال هكا. ما قالش ما مقطع هذا ما فيهش داك المقولة اللي قال. سيدنا ما وحبيبنا قالش داك هما يقولوا الله الوطن، سمعتها ولكن هنا ما كايناش. وبالاخص ودي انا مقطع منه داك اللعيبه ما لقيتهاش. السادة نات نواب انا هذيك اللي كنت باغي نوريها للملكه. ما سمعتها سمعتي داك الله الوطن؟ سمعتها في لقطات مقطعة. انا ما سمعتش خطاب كامل، سمعت لقطات مقطعة. يلا انا الشيطان هذيك مهمه بناتي. المهم ما عليناش. حتى شيء مفيد. انت كتشوف رضا كان كيذكر الانجازات ديالو الاقتصاد الجزائري، لكن كل شيء للجزائر بنت التاريخ. وياه مروكان. دابا انا السؤال اللي باغي نسولو الجزائريين اليوم، ولكن بلاتي يطلعوا معنا بعدا نبداو الموضوع والنقاش في اطار الادب والاحترام المتبادل. السلام عليكم. هبط وقيلا واش هبطتي اخويا ولا شنو وقع لك؟ اوكي. شكون طلع؟ انا كنشوف باقي يلاه كيطلع لي هادشي عندي ماشي واحد كل غادي نشوف لك. واخا نطلعو باستري بروفيسيونيل واخا دقيقة. نشوف لك باستري. السلام عليكم. عليكم خويا الياس. اخت الملكه، انا مغربي قتلتوني بالضحك. مرحبا تحياتي لك. الله يحفظكم اخويا، راني كنتابعكم ديما والله الا راكم منورين. الله يحفظكم اخوتي. المهم انا واحد عرفت اول مره هذا الرئيس ديالهم حشمت نقول تسميتو كيدير الخطاب حتى هو هادشي كيضحك والله العظيم. كيقتلونا بالضحك هاد الناس هادو، حق الله العظيم. هادشي خص المغاربه ياخذوه والله الا بالضحك. من الافضل نبقاو نضحكوا والله الا راه الفكاهه مع هاد القوم هادو قسما بالله. واحد القضيه خويا الياس والاخت الملكه، راه نتوما راكم تبارك الله راكم عارفين يعني ملمين بالامر. شنو بس كتطلعوا الجزائريين كتبقى تهضروا معاهم
وتيبقى يقول لك راه حنا اللي قاتلنا على الارض، فهمتي؟ ما تيفهموش، راه ما تعرفوش ان ان فرنسا فاش قطعت داك الجهه ديال وجده وداك النواحي ديال جيت بشار وداك الشيء، المغرب راه كان كيدعم ارضو، كيدعم الشعب ديالو تما، ديك راه اراضي مغربيه. كيقول لك راه حنا قاتلنا، راه المغاربه اللي قاتلوا تما، دوك راهم مغاربه، خصهم يعرفوا هذه النقطه هذه. راه ديما تيبقاو يديروا داك التخليط، هذوك السلاح اللي كان كيدخل مع في عهد محمد الخامس والحسن الثاني وداك المنطقه، راه هذوك مغاربه. المغرب كان كيدعم الناس المنطقه ديالو في ارضو باش يرد ارضو، ولكن فرنسا دارت داك الخدعه ديال الطياره مع داك الشيء ديال الثوار، داك المخروبه الله ينزل عليه اللعنه الى يوم القيامه. راكم عارفين هما ديما تيديروا داك الفبراكه، فهمتي؟ هذيك راه ارض مغربيه، المغرب راه كان كيعطي السلاح للمغاربه اللي كيقاتلوا، هذيك راه اراضي مغربيه. لحد الان الناس ديال بشار وديال حاس البيضاء وبزاف راهم هذوك راهم مغاربه، يعني باش يعرفوا هاد الجزائريين، فهمتي؟ نعم. يعني المغرب كان كيدعم كيتقاتل مع فرنسا بولاد بلادو، لان هذيك اراضي مغربيه ولحد الان اراضي مغربيه. كيقول لك حنا راه ما فرطناش في الارض. اش تقاتلتوا نتوما؟ اش تقاتلتوا نتوما؟ حد الان راكم تحت فرنسا. وواحد القضيه ان شاء الله راه ربي غادي يظهر الحق ضروري، لان هاد واحد القضيه كتخليني بعدا انا فرحان. الاخ الياس والاخت الملكه وجميع المغاربه، هي شوف احنا حقنا غناخذوه في الارض باذن الله. واحد القضيه حتى فاش نوقفوا امام الله، احنا الحمد لله الضمير ديالنا مرتاح، وربي غيفضحهم في هذه القضيه ديال التاريخ. حنا تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى امام العالمين ذاك النهار يوم لا ينفع لا مال ولا بانون، يوري العالمين الاحياء والاموات واللي جايين واللي ماتوا يعرفوا الحقيقه، لان باش ربي يمسخهم. وانا ما كنعممش على الجزائريين كامل اللي كيتبنى هاد الطرح ديال الكراغله السراقين، هاد العسكر ولكن دابا اللي معاهم وكيتبناه. اللي معاهم قال لهم حنا هذا القرار مع هيئة الأمم المتحدة، وإلا كانوا مغاربة الله يسهل عليهم، ما كانوش مغاربة عاوتاني الله يسهل عليهم. انت بالنسبة لك كمغربي كيفاش تلقيتي هذا الخبر هذا الخطاب؟ انا كمغربي شوف اخويا الياس، هادشي هذا ما نحتاجوش كاع نفسروه. واش اخويا مثلا انا نقول لك اخي الياس، حنا نهضروا غير بواحد التبسيط بسيط كي كنقولوا في المغرب. واش اللي ما تيامنش بواحد القضيه، مثلا كنقول واحد جوج صحابك عندهم واحد المشكل، جوج صحابك، انت داك المشكل ديالك ما تيهمكش، واش تهضر عليه اصلا؟ ما كتهضرش عليه. ولكن هما خويا كيدافعوا على الشعوب المستضعفه. ايوا دابا داك راه غير فهمتي، غير راك عارف دابا داك هو غير بيدق، راك عارف لارمي هو اللي كيدفعوها شنو تقول شنو ما غاديش تقول. يعني دابا داك كيحاول يبقى يلعب بحال هكا. ماشي هو هذا الجواب باستري اللي خصك تجاوب الجزائري ملي يقول لك هاد الهضره هادي. خويا الياس انت تفيدني. وخليك معايا مرحبا الله يكبر، خليك معايا ما تنزلش، خليك الفوق. مرحبا خويا. حيد الميوت القيصر، حيد قول لنا ماذا يقول الرئيس عبد المجيد تبون في القضيه ديال الصحراء الغربيه؟ قبل هذا انا حايب نفهمك برك حاجه انا ما فهمتكش. انت تتكلم على الامور الداخليه نورمال ولا ما تتكلمش عليها ولا؟ انا ما كنتكلمش عليها، لا انا كنتكلم على الرئيس عبد المجيد تبون والراي ديالو في قضيه الصحراء المغربيه. زوز سوايع وانت تعلق على امور داخليه. بصراحه انا نجاوبك بصراحه القيصر، نجاوبك بصراحه. انا نقول لك انا ما نحشمش نقولها اليوم، ما عندي حتى شي موضوع. انا والملكه بقينا جالسين شنو الموضوع غنديرو، كنا حقا غنقولوا باللي الخطاب ما عارفينش ان بارتي بالضبط فيها المغرب، وغندوزوا الخطاب كامل وغادي نستحمروا المغاربه ونستحمروا المشاهدين وكل شيء، وغندوزوا وريوسنا ونستحمروا كل شيء ونقولوا حقا حنا ما عارفينش. وحنا في الحقيقه ماشي ما عارفينش، حنا عارفين بانه درت الاخر، ولكن حنا درنا داك عين هبل باش ملي يطلع عندي جزائري نضحك عليه نقول لا حقا انا ما كنتش عارف فين كاين داك البارتيه ديال المغرب. وانت حصلتينا. فهمتيني دابا؟ يلا ودابا جاوبني على السؤال ديالي. لا ما تهضرش، ما تقولش انا ما يهمنيش اموركم الداخليه وانت تتكلم عليها اخي الكريم. واخا دابا انا اسمع، انا فضحت لك راسي شكون انا واحد الانسان ما نسواش،
ما تسبع ما ديرش بالك. والله انا داكشي اللي انت كتخيلو فيا. دابا جاوبني، ما رايك؟ ودابا وصافي قالها تبون شنو قال؟ قالها حنا مع قضايا التحررية، حابين يتحرروا شعب. داكشي اللي بغيت نقول لك انا. انت كتثق في الرئيس عبد المجيد تبون ياك؟ نعم. جميل. الرئيس عبد المجيد تبون كيقول لك انه مع قرارات هيئة الامم المتحدة، قالها في الخطاب. حل المايك قول لي حبيبي، سير روح. قول لي هيئة حل المايك، ما تبقاش تسدو. ما تسدش المايك. حل المايك. هذه راه الملكة. مش مشكل، نقطة نظام برك مش مشكل. حل المايك وخليك تحاور معاه. نورمال مش مشكل. قول لي آخر قرار في هيئة الأمم المتحدة ماذا يقول حول قضية الصحراء الغربية المغربية؟ روح قولوا أنا ما نعرفوش. وما هي القرارات المعتمدة داخل هيئة الأمم المتحدة؟ ما هي؟ قولها. كيفاش؟ قولها أنت. أنا ما نعرف. أنا ماشي جزائري، أنا مغربي. أنت اللي جزائري ورئيسك تهمك القرارات هذه، تهمك. رئيسك تهمه أم لا؟ نعم تهمه. نعم. أنت هل تحب رئيسك نعم أم لا؟ أنت هل تحب رئيسك؟ ما نحبه ما نحبوش ولا نحبه هو. مش معنى نحبه ما نحبوش بيناتنا قضية عمل فقط. واخا دابا انت كتأمل ليه معاه في قرارات وضده في قرارات. يلا وقول لي الرئيس ديالك قال بأنه مع قرارات هيئة الأمم في الصحراء الغربية. قول لي ما هي هذه القرارات؟ أنا معاه، قلت له معاه. هو قال لك أنا مع قضايا التحررية. أنا كنقول لك بأن رئيسك في هذا الخطاب كذب على 45 مليون جزائري. أعطينا الحقيقة، نورنا. جميلة جدا. نقول لك روح سير. واخا حبيبي واخا. رزق اسمع. حل المايك. رئيسك في هذا الخطاب كذب على 45 مليون جزائري بالكاميرات في سنة 2023 على الهواء مباشرة. لأن لو كان الرئيس ديالك مع قرارات هيئة الأمم المتحدة لاحظ شنو كدير؟ شنو كدير القيصر؟ يا بروح أنا في الميكرو نخربط شكون راه يكسير يهدر. زير معنا القيصر. اسمع، رئيسك لو كان يحترم قرارات هيئة الأمم المتحدة لاعترف بالقرار الأخير رقم 2703 اللي كيقول أنه لا وجود لحل سوى حل سياسي مما اقترحته المملكة المغربية، وهو الحكم الذاتي تحت السيادة ديال المملكة المغربية. إذن الرئيس ديالك هل يدعم الحكم الذاتي تحت السيادة ديال المملكة المغربية نعم أم لا؟ مادام قال أنا مع قرار الأمم المتحدة والأمم المتحدة قالت هيك لازم يدعم. مادام كيدعم هذه القرارات هذه، أين هو المشكل مع هذا البوليساريو إذا كانت المملكة المغربية هي من اقترحت هذا الاقتراح؟ وما هو المشكل؟ ما دخل الجزائر في البوليساريو؟ الجزائر يا صديقي العزيز هي الممول الرسمي والراعي الرسمي بين قوسين والسبونسور ديال هاد المرتزقة هادو، لأنهم فقط أجندات في يد العسكر الجزائري. أعطيني دليل واحد يثبت كلامك. دليلي هو قطع العلاقات مع إسبانيا من طرف دولة الجزائر حينما قالت بأن الصحراء مغربية. لأن القرار هذا دعم، مش دعمها بالأسلحة وما شابه ذلك، دعم بتصويت عادي. يا صديقي أي تصويت وأي دعم، أنا ما قلت لا تصويت ولا دعم. أنا قلت لي لو كانت الجزائر مع قرارات هيئة الأمم المتحدة ولو كان ما عندهاش علاقة بالبوليساريو لكانت عندها علاقة في الأمم المتحدة. نحن مع قضاء ما أنتم هل أنتم اسمع هل أنتم دول
أم هل أنتم دولة؟ نحن مع قضايا تحررية. أنتم مع القضايا التحررية، والله. ولكن تحت إسبانيا ما حبش تعترف بهذه القضية. صديقي العزيز، اسمعني شنو كنقول أنا. أنتم مع القضايا التحررية، إذن أنتم ماشي مع قرارات هيئة الأمم المتحدة. يعني لو تقول هيئة الأمم المتحدة بأن الصحراء مغربية أنتم ضدها. قالت الأمم المتحدة هكذا. جاوبني أنا على سؤالي. الأمم المتحدة قالت أن الصحراء مغربية. النقاش معك صعيب، عرفتي علاش؟ لأن أنت ما غتجاوب على حتى شي حاجة، غتبقى غير تهرب لي وأنا نجري موراك. جاوبني على نعرف سؤالي. عليك شدوك أنت تقول لي حاجة جاوبني على منها. جاوبني على ما سؤالي. نقدرش نجاوبك. إذا قالت هيئة الأمم المتحدة بأن الصحراء